السلام عليكم. في الفيديو ده هقول لك ازاي تعمل استشفاء لعضلات جسمك بشكل سريع جدا عشان ترجع لحالتك الطبيعيه في اسرع وقت، ولكن لازم تبقى عارف ان بتختلف مده الاستشفاء العضلي من شخص للتاني ومن مستوى للتاني، ولكن المده المتوسطه المتعارف عليها من 48 ل 72 ساعه تقريبا عشان ترجع لحالتك الطبيعيه ويحصل لك استشفاء عضلي كامل. ولكن انا شخصيا بحب اسمع لجسمي. يعني اسمع لجسمي ازاي؟ يعني لو حسيت ان جسمي يوم واحد بس يكفي ان ارجع اتمرن تاني فتمام بعمل كده، ولو حسيت بعد يومين ان عضلات جسمي او جسمي لسه فيه الم او اثر من التمرين ومحتاج يوم راحه كمان مفيش مشكله بريح يوم كمان. ولكن في شويه حاجات كده لازم تعملهم عشان ترجع في اسرع وقت للاستشفاء العضلي بتاعك، هقول لك عليهم بس تعمل لايك على الفيديو وتشترك على القناه لو لسه ما اشتركتش. يلا بينا. اهلا بيكم، رجعت لكم تاني. انا كابتن محمد عبد المنصف، مدرب كرة قدم للناس اللي ما تعرفنيش. هقول لك في الفيديو ده ازاي ترجع للحالة بتاعتك الطبيعية وتعمل استشفاء سريع لجسمك سواء بعد التمرين او بعد المباريات. اول حاجة وهي الايميديت ريكفري، التعافي الفوري، ازاي ترجع بسرعة لحالتك الطبيعية، ودي الحاجة اللي هتعملها بعد المباراة مباشرة او بعد التدريب على طول، وهو انك ممكن تتمشى شوية بعد التدريب او بعد المباراة، او لو عندك عجلة او دراجة ده على حسب عندك اسمها ايه، معرفش انت بتسمعني منين والعجله او الدراجه دي اسمها ايه عندكم، ولكن بتركبها وممكن تروح بيها البيت. وممكن تعمل روتيشن للمفاصل بتاعتك، والروتيشن ده ممكن يتعمل قبل التدريب او بعد التدريب عادي. ثالث حاجه وهي انك تعمل الاطالات بتاعتك من وضع الاستاتيك، من وضع السكون او من وضع الثبات. خدها قاعده كده دايما، الاطالات اللي بتكون قبل التمرين بتكون كلها من وضع الدايمانيك، من وضع الحركه، ولكن الاطالات اللي بعد التدريب او بعد المباريات دي بتكون تهدئه للعضلات، فكلها بتكون من الثبات، من وضع الاستاتيك. معلومه مهمه جدا لازم تعرفها، ولكن دي قاعده لازم تمشي عليها ولازم تكون عارفها انت كلاعب كره قدم او كمدرب. نخش على الحاجه اللي بعد كده ودي مهمه جدا، وهي حته الاكل. ناس كتير بتسالني يا كابتن اكل ايه بعد المباراه او اكل ايه بعد التدريب، المجهود اللي انا طلعته كل ده اعوضه ازاي، والسعرات الحراريه واعمل ايه واكل ايه بالظبط. لازم الحاجه اللي هاكلها بعد التدريب او بعد المباراه تكون فيها كارب وبروتين، ونبعد عن الدهون خالص. الكارب ممكن تاخد موزتين بعد التدريب زي ما انا بعمل كده، تاخد موزتين وتاكلهم بعد التمرين، دي فيها كربوهيدرات وهتديك اللي انت عايزه من الكارب. وممكن البروتين تلاقيها في التونه، ولكن خلي بالك في تونه بيكون الزئبق فيها عالي جدا، بتكون في محلات كده بتبيع تونه بيكون الزئبق فيها عالي جدا، ودي مش بنصح بيها الرياضيين ولاعيبه الكوره خالص. لازم تجيب التونه العاديه اللي ما فيهاش زئبق عالي، دي بتكون كويسه للاعيبه الرياضيين. والاكل ده بيكون بعد التدريب او المباراه بحوالي ساعتين كده تقريبا، يعني بعد ما تخلص المباراه بتاعتك وتروح وتاخد الشاور بتاعك او تروح في المواصلات او في العربيه بتاعتك، ممكن المشوار ياخد معاك ساعه ونص او ساعتين تقريبا. فالافضل انك بعد ما تخلص الحاجات دي كلها تقعد وتاكل بعد المباراه او بعد التدريب بساعتين. في ناس بقى كتير بتسالني بتقول لي ايه اهميه او فايده ان اقعد في ميه ساقعه او في التلج. ده مهم جدا، بيترجعك لحالتك الطبيعيه في اسرع وقت ممكن تعمل الكلام ده بعد مجهود كبير جدا في التدريب، تنزل في ميه ساقعه او بتنزل في حوض تلج على حسب امكانياتك وعلى حسب الحاله الماديه بتاعتك، ولكن ده بترجعك للحاله الطبيعيه بتاعتك خالص، وبتريح عضلات جسمك وبتشغل عندك الدوره الدمويه وبتريحك كتير جدا وبتخليك ترجع لحالتك الطبيعيه في اسرع وقت ممكن. والكلام ده بتعمله بعد ما تروح البيت مثلا بالليل، وبعد ما تروح بالليل تعمل اطالات تاني من وضع الثبات او من وضع الاستاتيك. ولو عندك جهاز الفيبريشن هيكون كويس جدا انك تستخدمه. في لعيبه كتيره قوي بتستخدم الجهاز ده عشان يعمل لها مساج لعضلات جسمها وبترجعه برده لحالته الطبيعيه في اسرع وقت. وزي ما انتم شايفين كريستيانو رونالدو بيستعمل الجهاز ده، ولكن ده مهم جدا ان يكون عندك الجهاز ده. ولو مش عندك الجهاز ده ممكن تستخدم كرة التنس مثلا تستخدمها، وممكن تستخدم جهاز الفوم مثلا تشتغل عليه. حاجات كتيره ممكن تكون بديله للفيبريشن ده، ولكن في حدود امكانياتك واستطاعتك انت، يعني ما تاثرش على نفسك. الحاجات دي لو مش موجوده خلاص يبقى انا مش هكمل او مش هعمل الحاجات دي. لا، في وسائل كتيره جدا تقدر تعملها في حدود امكانياتك واستطاعتك انت. نيجي بقى للحاجه المهمه جدا واللي بيكون سببها الرئيسي انك تتصاب في المباراه او في الماتش، او ممكن يجي لك اجهاد عضلي كبير وشد عضلي كبير جدا
وانت في قلب المباراه او في قلب التدريب، وهي حته النوم. لازم يا شباب لازم تنام من 8 ل 9 ساعات نوم عميق، ويكون بالليل عشان تقدر تطلع الطاقه اللي جواك دي كلها في المباراه او في التدريب. انت ممكن تبقى كويس جدا وتطلع الطاقه بتاعتك في المباراه او في التدريب، ولكن انت مش نايم كويس، فده بيأثر عليك وبيحصل لك اصابه في المباراه او في التدريب. فلازم نركز جدا في حته النوم دي عشان ربنا يسترها وما نتصابش. طبعا مش هوصيك انك تشرب ميه كويس جدا من 3 ل 5 لتر في اليوم، وتقسمهم كده على مدار اليوم في كوبايات او في ازايز على حسب بقى انت بتشرب ازاي، ولكن لازم تقسم ال 3 او 5 لتر دول على مدار اليوم، عشان مهم جدا شرب المياه اثناء المباراه وبعد المباراه وقبل المباراه. الحاجات دي كلها مهمه جدا، حاجات صغيره وبسيطه ممكن تغفل عنها، ولكن الحاجات دي كلها هيترتب عليها مجهودك وشكلك في الملعب ان شاء الله. وطبعا مش هنسى افكرك انك لازم تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك على القناه لو لسه ما اشتركتش، عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكوره. انا كابتن محمد عبد المنصف، وان شاء الله كله جديد في جديد الفتره الجايه. سلام.